السلام عليكم. حطينا برغل شوية مع شوية حامض لمن وشوية رب رمان. عصير رمان. عصير. طبعا اليوم راح نسوي تبولة بيادي لبنانية. هاي تقريبا هنا نص كوب برغل ناعم وليمون، عصير ليمون وعصير رب الرمان. وهنا عندي بدنا نفرم البقدونس هلا ناعم. البقدونس. طبعا هاي البقدونس هنا أنا نظفتها وبعدين رجعت بنشفه منيح من المي. فيكم تغسلوه قبل بوقت لينشف منيح. هاي هنا البقدونس مثل ما تشوفون ثمه ناعم. وهذا هنا البرغل طبعا بدون غسل جابته وخلته هنا ويا عصير الليمون ويا دبس الرمان. تقريبا ليمونة، عصير ليمونة وملعقتين تقريبا كبار دبس الرمان نقعته بالليمون. وراح اضيف له ملح ورشة ملح ورشة قرفة اللي انه غير طعمة. احنا اللبنانية بناكلها بالقرفة. دارسين ناعم، رشت لها رشة. من هاي التبولة كلش طيبة. هسه تثرم وتضيف. هسه جاي تثرم الطماطم. هاي ناعمة مثل ما تشوفون شكلها. هاي هنا أنا من ضافت البرغل ويا الليمون ويا دبس الرمان ويا الدارسين مطحون على مود ينقع البرغل. وبعدين هاي المواد ثرمتها بعدين نضيفها. البندورة البرغل يعني عم ينقلع البرغل بمية البندورة والحامض. ضافت الطماطة على البرغل والليمون على مود تقول ينقع البرغل بالمي مال الليمون مي الطماطم. وراح تثرم الكمل بقدونس. بعدين نحط نعناع يابس لأنه ما في عنا فريش، بيمشي هيك وهيك. ملعقة كبيرة ضافت نعناع يابس. هاي المقادير هنا عندنا 3 باقات بقدونس و3 بصل أخضر وتقريبا هنا مثل ما قلت لكم نص كوب برغل ناعم. والليمون ضافت تقريبا ليمونة كاملة عصير. لا ليمونتين تقريبا. ليمونتين والعصير ودبس الرمان. هو الليمون حسب الطلب. حسب الطبع حسب الرغبة. هاي ضفنا البصل. هاي شوفوا مثل ما تشوفون طماطة والبرغل. حطت طماطتين كبار طبعا ضافت هنا على مود البرغل ينقع بمي طماطة. وبعدين آخر شي تضيف البقدونس المثموم. هاي ضافت البقدونس وبغت تتحرك بيها. هلا بنجيب زيت الحلو. زيت الزيتون ضافت. ملح ضفتي؟ ايه حطيت ملح. هلا بدوقها ملح حسب الطلب. الملح ضفته ويا البرغل والليمون. هاي هنا أنا من ضافت الدارسين. طبعا النكهة مالت التبولة صارت كلش طيبة. بس يمكن بيلزمنا شوية ملح. ضافت لها ملح. هي راح تذوبها بعدين نشوف الملح والليمون ايش تحتاج تضيف لها. نخلطها قبل 10 دقايق من الغدا مشان تدبل شوي البقدونس وتشرب يطعم شوية الحامض والملح فيها. صحة وهنا. عشان ايدك يوسف كلش طيبة. هاي صارت شكلها النهائي. تقول قبل 10 دقايق لازم نسوونها قبل الأكل على مود هاي المواد كلها تصير هنا والبرغل ينقع بها وتبقون تخلطون بها مثل ما تشوفون شكلها. وهذا شكلها النهائي وألف عافية.